الركلة الترجيحية الأولى، كرة من أحمد خيري، يتألق محمد يبعد ويتصدى للركلة الترجيحية الأولى إذا للإسماعيلي المصري. حارس والله ممتاز وببراعة. الأولى في المرمى، جول للاتحاد الجزائري، وللمرة الأولى الآن تهتز الشباك. لاحظ في المرمى عمرو السولية، سيتقدم الآن عمرو السولية بحطها ولا لا؟ في المرمى عمرو السولية، يعادل النتيجة الآن عمرو السولية. عمرو السولية اللاعب الذي جدد عقده ل4 سنوات قادمة. وعمرو هل يتقدم الاتحاد للمرة الثانية؟ راح نشوف. توربس على العصابة وصبر المنياوي على العصابة، كرة في المرمى، لا لا لا، يتألق أيضا، يتألق كذلك محمد صبحي. عادها ولا لا؟ شايف إشاء فعلا، لأن حركة حكم اللقاء القطري عبد الرحمن عبده فيها إعادة، لكن الإعادة ما فيهاش إفادة بالنسبة للإسماعيلي المصري بعد تألق محمد صبري. يعني السبب بأنه يبدو بأنه تحرك قبل إطلاق صفرة. وعموما الآن تعاد الركلة الترجيحية الثانية، وأبو عزة فاهم، هل هو فاهم الموضوع ويسجل المرة الثانية؟ كرة في المرمى، جول، هدف من خلال الركلة الثانية المعادة. نعم، بعد أن تصدى لها محمد صبحي في المرة الأولى. شوف، والاتحاد الجزائري الآن يتقدم بهدفين مقابل هدف. مصري، كرة بتنحط، ضاعت أيضا، يتصدى لها وهو رجل الركلات الترجيحية. شوف في المحطة الأخيرة والمهمة في هذه المواجهة. الآن الثالثة للإسماعيلي، للاتحاد عفوا، الثالثة الآن للاتحاد. هل يسجل الهدف الثالث ويتقدم؟ كرة في المرمى، محمد مفتاح محمد مدافع الاتحاد العاصمي الجزائري يضع الكرة في المرمى، وبالتالي 3-1 لاتحاد العاصمة الجزائري من خلال الركلات الترجيحية. إذا ما سجل، كرة بيحطها جوي أنتوي، إسماعيلي من الركلات الترجيحية. 3-2. هذه الركلة الرابعة، الإسماعيلي أهدى الركلتين. نعم، إذا سجل الاتحاد خلاص راح ينهيها تماما. كرة الآن في المرمى، محمد صبحي يتألق، والآن 3-2 لمصلحة الاتحاد الجزائري. الركلة الخامسة الآن للإسماعيلي، الركلة الخامسة والأخيرة، كرة في المرمى، بيسجل. نعم، يسجل الإسماعيلي ويعيد نفسه إلى الواجهة من جديد في الركلات الترجيحية. الآن لو الاتحاد سجل من الركلة الأخيرة الخامسة، أيضا الاتحاد سينهي المباراة وسيذهب إلى المباراة النهائية، إلى الدور النهائي. هل يفعل الاتحاد؟ هل يسجل الهدف الرابع وهل يذهب إلى الدور النهائي؟ راح نشوف الآن للاتحاد الجزائري. كرة وتقدم في المرمى، جول. نعم، فعلها اتحاد العاصمة الجزائري.